صباح الخير عليكم البنات. اليوم جيت ندير معكم هذا الديسير الظريف الخفيف اللي يديروه في المطاعم والفنادق. والميزه اللي في هذا الديسير على هذا السبب راني جبته لكم باه نديرو معكم، انه يحكم ويشد، تقدري ديريه بكميات كبيره ويشد لك مده طويله، يعني مش راح يفسد لك. ولهذا السبب المطاعم والفنادق الكبرى يديروه، لانه يشد لهم مده طويله، تقدري تاكليه حتى على يومين ولا 3 ايام. المهم هنايا كما تشوفوا الديسير اللي يكون عندك متواجد في الدار تقدري ديريه. انا عندي شويه تين هنا، عندي بنان، عندي تفاح، والتفاح تاعي هنا حنقشرو. وعندنا هنا حبيبات فراوله كما تشوفوا اللون الاحمر تاني. وعندي لهنايا الفواكه المجففه، عندي الاناناس وعندي الكيوي. علاه نخير لهنا المجففه؟ لانه اللون تاعها يكون قاتم، وتبقى باللون هذا تاعها. ما راح ندير لها واحد الطريقه هكا. وعندنا السيرو سيترون لهنا، هذا هو المكون اللي راح يدير لنا اللذه والطعم لهذه الفواكه تاعنا ولا الديسير تاعنا. اول حاجه راح نديرها في الديسير تاعي، راح نقشر التينه. وعندي هنا حبيبه مدارينا، وعندي لهنايا التفاح كما تشوفوا قشرت البنان، وجد كل شيء. يعني لهنا عندي اللون الاصفر الاحمر الاخضر. والاناناس تاعي لهنا راح نديرو بطريقه مع الكيوي اللي يعطيني لون تاني واحد اخر. هنا كما تشوفوا اول حاجه حنبدا بها نقطع الاناناس تاعي. ولا كان عندك لهنا الفري يعني الطازج تقدري ديريه تاني. انا كما قلت لكم نحب هذا النوع من الفواكه المجففه، لانه عندما راح ندير واحد المرحله راح نغليو الاناناس مع الكيوي حيعطينا هذاك الماء اللي رانا نحتاجوه في الديسير تاعنا. المهم هنا راح نكملوا بالطريقه هذه، نقصوا الفواكه تاعنا كامله، ونقصوا الكيوي ونقصوا الاناناس بقطع صغيره، حنحطهم في طاوه ولا كاسرول كما تشوفوا هكا. ونحط عليها كاس ماء ولا نص كاس ماء تسمنتي والكميه تاعك. مهم هنايا يزيدوا يطراو لك شويه، ونحط عليهم مغرفه سكر. وانا الديسير هذا يعجبني بزاف، لانه عندك مام تكون عندك حبيبه من كلش، يعني حبيبه تفاح، حبيبه برتقال، حبيبه مدارينا، حبيبه كيوي. راح دير لك كميه كبيره. يعني كل ما تقصي هذوك الفواكه الى قطع صغيره، راح كي تقصيها وتخلطي وتزمزجي كلش مع بعضها راح تجيك الكميه كبيره. هنا يعني الديسير هذا تقدري ديريه ويكون حاضر على المائده تاعك تاع رمضان. تقدري ديري بول كبير وتغطيه بالبابي فيلم، وكل يوم تلوحي يعني كميه على الطاوله. وهكا راح تكوني درتي الديسير تاعك وحضرتيه على المائده ببساطه وسهوله، وفي نفس الوقت بالمذاق الرائع. دوك تشوفوا يعني والله يكون جربوا هذه الوصفه رايحين ديروها دائما. لانه لهنا كنا كما قلت لكم في زمان نديروه بالماء زهر وسكر. هنايا عدنا نضيفوا له مكون، يعني قلت لكم شفتوا في المطاعم وشفتوا في ليزوتيل، يعني بدلا من ما زهر عدنا نضيفوا سيترون، يعني السيرو تاع السيترون مركز الليمون. وكما تعرفوا كل شيء غلا، كل شيء عاد يعني الثمن تاعو باهظ. عدنا ما نقدوش نشريو الحوايج كل شيء عاد غالي في الوقت الحالي. وكما قلت لكم الديسير هذا بكعيبه تقدري تفرحي ولادك وتقدري تحطيه على الطاوله. وكما نقولوا حنايا تقدري تحتفظي به في الثلاجه ما يفسدلكش. ما من هنا الفخاز، هنايا نعرفوا الفخاز كنحطوه في الماء الزهر هذيك يدبل لنا شويه من الغدوه ويتاكسد وكل. بصح هنا كي نحطوه في السيرو تاع السيترون راح يبقى لنا شاد روحو، يحكم لنا كما قلت لكم تقدري تاكليه حتى على يومين. المهم هنا راح نكملوا نقصوا كل شيء بقطع صغيره، هنايا تكون القطع كل متجانسه مع بعضها، ونحاولوا نقصوا بنفس الحجم هكا باش يجي لنا المنظر تاعنا مليح تاع الديسير تاعنا. وفي وسط الوصفه تاعنا راح نقول لكم حباباتي لهذا وندخلوا على قناتي. ما تنساوش الاشتراك فضلا منكم وليس امرا في القناه، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وحباباتي اللي معايا على القناه نقول لكم الدار داركم، ونحنا ديما نشتركوا مع بعضنا في المطبخ بنقدموا احلى الوصفات. وما تبخلوش حباباتي عليا باللايك، وكذلك مشاهده الفيديو لمده طويله. نرجعوا للوصفه تاعنا اللي هي رانا نكملوا نقصوا في الفواكه تاعنا كامل. هنا الفراس تاعي راح نقصوا كما قلت لكم الى قطع صغيره هكا. ونبدا نجيب البول تاعي. لهنا البول نجيبوه باش نصدر فيه الفواكه اللي قصيتها كامله. اول حاجه راح نحط لي فخاس تاعي هنا، وراح نحط انا لهنايا عندي تفاح قشرته كما قلت لكم، مش حنخليه بالقشور تاعو، سواء كان عندك الاصفر او الاحمر. نعرفوا انه الفايده تاع التفاح في القشره تاعو. مي لهنا هاد الوصفه تاعنا تاع الديسير
الديسير لازم ناخذوه بدون القشره تاعو. هنا راح نكمل كما قلت تشوفوا هكا، نكمل التفاح تاعي كامله، نزيد نحطه في البول مع الفخاز وهكا نخلي كل شيء على بعضه. انا الوصفه تاعي هنايا درت كل شيء خلطته مع بعضه، يعني تحبي لهنا ديري طبقات، بصح من الافضل انك تمزجي كل شيء مع بعضه. لهنا حاجه ما حتدي اللون غير اللي راح نغليه في الماء اللي هو الكيوي والفخاز. نكمل التينه تاعي تاني لهنا راح نقصها الى قطع صغيره. وهنا دوما نقول لكم باللي القطعه تكون كيما بعضها، كيما تقصي الحجم تاع القطعه تاع الفراز والقطعه تاع التفاح والتينه. هنا كلشي راح نقصوه بنفس الحجم هنا باش يجيك كي تحطي في لي بول تاعك تحطيه يجيك باهي ويجيك مليح في لي فيغين. هنا نروحوا نحطوا كلشي على بعضها، وكما يقول لك الجيد من الموجود. انا كانت عندي لهنا غير حبه بنان، يعني هذه كانت متوفره عندي، قصيتها وحطيتها كما تشوفوا هكا. وبهكا الفواكه تاعي كلها راهي حاضره. لهنا قصيت لي فخاز، قصيت التشينا والتفاح. وكما تشوفوا بعد ما غلات لي الكاسرول تاعي فوق النار، وشوفوا اللون الاناناس هنايا، الكيوي من الخضوره تاعو بقات كيما راهي، والاناناس خدات شويه كولور تاع الاخضر من الكيوي. وهنا نخليوها جوست تبرد لنا. السكر هنا لك الاختيار، تقدري تحطي 2 مغارف 3، تحطي الكميه اللي تحبي تاع الحلاوه انتيا. هنا السكر حيطلق لك الماء هذا كامل تاع لي فخوي اللي حطيتيهم على بعضهم. هنايا انا كنت مزروبه ما خليتهاش يعني بردت لي مليح، راح نروح نصفي هذاك الماء، يعني نصب الماء هذاك وحده على السيترون تاعي. لهنا حنحط مركز الليمون، لهنا تحطي الكميه اللي تكفي لك كميه الفواكه اللي درتيها. انا هنايا حطيت نص براسك كاس، وحنكملوا بهذاك الماء اللي غليت فيه الكيوي والاناناس كما تشوفوا هكا. راح نكملوا حتى يتعمر لي الكاس، ولا تكمليه تاني بشويه ماء. المهم هنا ديري كاس وتصبيه هنا حسب الكميه اللي درتها وشفتوها في الفيديو. هنايا شوفوا لا كولور زيما، لهنايا تضرب شويه عجون على الخضره، وهذا هو السر تاع اللي باه نغليو الفواكه الجافه مع بعضها اللي هو الكيوي والاناناس، راح يعطيني كولور يعني زايد. شوفوا زي ما لهنا اللون تاع التفاح لهنا بالصفوره تاع التفاح يختلف على تاع الاناناس، لانه دخلت عليه شويه خضوره تاع الكيوي. هنا راح نصب كما تشوفوا مازالت لي سخونه هنا، بصح لهنا كان عندي هذا خليته برد اللي حطيته في الثلاجه، وراني نصب فيه من فوق مركز الليمون ومعاه الماء اللي غليت فيه الكيوي والاناناس. هنايا هذا هو الخليط تاعنا، راح نخلطوا كل شيء مع بعضه. وهنايا صدقوني انايا مانيش راح نسربيه، جوست راح نعطيكم كيفاه نسربيه، وراح نبيتها حتى الغدوه باش نعطيكم الطريقه. يعني حنعطيكم بلي الفواكه هنا ما حيتبدل اللون تاعها، ما حيتبدل الشكل تاعها، ما حتطلق معنا ما والو، حيبقى الديسير تاعنا بالحبات تاعو كيما راه. راح نخلطوا بالمغرف تاعنا، نخلطوا كل شيء في البول تاعنا ونخليو كل شيء يمتزج مع بعضه، وكل فاكهه حتطلق على اختها وراح يعطينا هذاك المذاق تاع تقدري تسبني هنايا السيترون مع الفواكه كامل بهذاك الذوق اللي تغلى فيه تغلى فيه الكيوي والاناناس. يعني مذاق صدقوني رائع. قلت لكم هذه يعتمدوها بزاف في الفنادق الكبرى وفي المطاعم. هنا كما تشوفون خلطوا كل شيء مع بعضها، وراح نعطيلكم كما قلت لكم جوست برك نعطيلكم كيفاه نسربيه، لانه كليناها هكا. والغدوه من داك راني زدت حطيت لهم وديكوريتها. وهاد الوصفه نقدروا نديروها تاني في العراس ديسير، يعني تقدري تنوعي فيه، تجيبي الديسير من كل نوع كما قلت لكم مش حتدي منكم كميات كبيره، وحتحطي ديري يعني كما نقولوا حنايا برمه كبيره تعمريها بالديسير هذا. مش حيفزد لكم ومش لا يترخى لا حتى حاجه، حيبقى شاد روحه. هذه هي السر هذا الديسير انه يبقى شاد روحه. هنايا كما تشوفوا راح نسربيه في لي فيرين هكا، وتقدري ديريهم في تاع لي فيغين هذوك تاع البلاستيك اللي يتباعوا من برا. تكون عندك طلبيات. شوفوا السيرو تاعنا، وحنا لهنا درنا السيرو مركز الليمون، لانه راح هو اللي حافظ لنا على هذا القوام تاع الديسير تاعنا. وانا كنت سجلت الفيديو تاعي هذا على يومين، هذا اليوم الاول. اليوم الثاني حبيت نعتلكم طريقه التزيين اللي زينت بها هذا الديسير، و ميم طون حبيت نعتلكم القوام تاع قطع الفاكهه تاعنا والماء تاعنا باللي ما تبدل فيه حتى حاجه.
هنايا حنكملوا بهذه الطريقه انتي والكميه اللي تحبي تحطيها. كاين كما قلت لكم حتى هذوك تاع البلاستيك نشيهم من برا نديروا بهم الطلبيات، هذوك تاني ملاح يعني يصلحوا لهذا الديسير. قلت لكم يصلح حتى المناسبات الكبيره، للعراس، للطهور، للخطوبه، يعني ديسير راقي جدا. هادو كما قلت لكم صربيناهم باش كليناهم بعد العشاء. وهيا ونروحوا لليوم التالي اللي حضرت فيه وجبت البول من الفريجيدار. شوفوا كيفاه لهنا كل شيء بقى لنا كيما راه نعرفوا انه الفراز اول حاجه تفزن لنا في الديسير كي نحطوه بالماء الغدوه من داك يطلق روحو. شوفوا هنايا بقى كيما راه باللون تاعو بالحموره تاعو. لهنا تفاح، الاناناس، الكيوي، كل شيء. وزاد طلق لنا هذاك السكر الماء تاعو مليح يعني يشد روحو مليح. هنا جبت كميه من الكريم شونتي يعني طلعتها للتزيين. هنا حنستعمل غير كميه من الكريم شونتي وجبت لي سيجار هذوك للتزيين. وكذلك عندي نوع من البسكوت هنايا راح نستعملو يعني نحكو ولا ندقدقو شويه ما بين يديا. انا حكيتو بالحكاكه هنا باش نزينو على الكريم شونتي. هنا هادو هما لي فيغيل اللي تقدري تستعمليهم للمناسبات وللطلبيات. كيما تشوفوا راح نعمر كل وحده، وعمرت لابوش تاعي بلا كريم شونتي وراح نبدا نزين. وسمحوا لي هنايا انا يعني يد نصور بها ويد راني نخدم بها، كنت وحدي يعني راني نخدم نصور او ميم طون نخدم بيدي. راح نروح نزين الكريم شونتي نحطها بالطريقه هذه ونحط عليها لي سيجار. وكما قلت لكم جبت نوعيه من البسكوت راني دقدقتها من الفوق. لا تقدري ديري شوكولا، ديري اي حاجه تكون عندك مكسرات تقدري تحطيها على الكريم شونتي. وبهذه الطريقه وبهذه الكيفيه نكونوا حضرنا ديسير تاعنا الجد راقي اللي معتمد من طرف الفنادق والمطاعم الكبرى. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم نتمنى انه الديسير والوصفه تاع نهار اليوم والطريقه ان شاء الله تكون عجبتكم وتنال اعجابكم، وان شاء الله تجربوها وتعتمدوها في شهر رمضان لانها طريقه اقتصاديه وبحبات فقط من الفواكه تقدري ديري هذا الديسير. وكما قلت لكم ما كاينش راح طيشي منه والو، حاجه ما راح تفزد لك، حتاكليه بكل وتفرحي به افراد الاسره تاعك. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم سلام اخواتتي، الى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد مع وصفه جديده. سلام. يا رب أعوذ بك من ضيقة القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى علي من حزني. اللهم إني أفوض دنياي كلها إليك. يا رب أعوذ بك من ضيقة القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي بما أنت به أعلم، ولا تجعلني أشكي لمن لا يخشى علي من حزني. اللهم إني أفوض دنياي كلها إليك.